اختتمت فعاليات مهرجان تيميزار للفضة بمدينة تيزنت في دورته 12 بأمسية مميزة نظمتها جمعية تيميزار بالتعاون مع المرصد الإقليمي للصحافة والإعلام. شهد الحفل الذي أقيم ليلة الأحد 28 يوليوز الجاري الإعلان عن نتائج النسخة الأولى من مسابقة عبد العزيز الأبيض للصحافة والإعلام، والتي تمحورت حول موضوع الصياغة الفضية هوية إبداع وتنمية. في تصريح للجريدة، عبر الإعلامي المخضرم ابن مدينة تيزنت محسن أجبابدي عن قناة ميديا تيفي الذي تم تكريمه خلال الأمسية عن فخره واعتزازه قائلاً: سأكون سعيد بحضور تسليم الجوائز الخاصة بالصحافة، جوائز صديقي وعزيزي الراحل عزيز الأبيض الذي افتقدناه كثيرا جميعا في مدينتنا تيزنت، ولا بد أن أعبر عن اعتزازي وفخري بأن أكرم في هذا المهرجان الرائع، حيث ارتأى منظمو المهرجان أن يتذكروا أحد أبناء تيزنت، وإن كانت الأواصر مع مدينتي لم تنقطع أبدا، ولكن هذا التكريم يجددها كما تتجدد الدماء ويقويها ويعيدها إلى طبيعتها الأولى. أنا ممتن للمنظمين بأن ارتأوا أن يتم تكريمي في هذا المهرجان، فكل تكريم هو يثلج الصدر، فما أدراك وبالأحرى عندما يكون أو يأتي من مدينتك الأصلية من مسقط رأسك تيزنيت. شكرا من خالص قلبي. كما أن من نعم الله تعالى علينا أن تأتي هذه الأفراح وهذه الأجواء الرائعة في مدينة تيزنيت الغالية في غمرة احتفالاتنا جميعا كمغاربة بالذكرى 25 لتربع مولانا صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله وأطال في عمره على عرش أسلافه المنعمين، ذكرى عيد العرش الغالية.